أهلا بكم مشاهدينا ولقاء متجدد وصندوق الدنيا. طبعا بنسعد بلقائكم كل يوم اثنين في نفس الموعد اللي احنا شايفينه على الشاشة. صندوق الدنيا مليان حكايات وروايات وضحكات وابتسامات ومسابقات وألغاز، في حاجات كتيرة جدا جميلة وممتعة احنا شخصيا بنستمتع بيها مع حضراتكم. دايما بنحاول وأسرة برنامج صندوق الدنيا إن احنا نكون خفاف ظراف، نرسم ابتسامة جميلة على شفاه مشاهدينا وأحبابنا وأصدقائنا. حلقتنا النهاردة كلها ضحك، كلها ضحك وابتسامة وفرحة وبهجة، وهي عن نجوم الكوميديا في أهم الأعمال الخاصة بيهم. هنستقبل أول اتصال تليفوني من صديقنا فتح الله. وأهلا يا فتح الله. ألو، اهلا بحضرتك. إزيك؟ ايوه حضرتك. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. أهلا بيك. الحمد لله. أنت قاعد مستنينا بقى، صح؟ واضح يعني إن أنت قاعد مستنينا على طول أول اه متصل. عموما ده شيء بيسعدنا، واحنا حلقتنا النهارده اه حلقتنا كلها ضحك النهارده وكوميديا عن نجوم الكوميديا. يا فتح الله، جاهز؟ طب نشوف اول سؤال. ممكن اكون قصيده. نعم. بقول قصيده. ايوه، انت محضرها من الاسبوع اللي فات عشان قصيده. ايوه عشان طلبتها منك الاسبوع اللي فات. اتفضل، نحب نسمعها. يلا يلا يا فتح الله، انا طيب. سامعاك. هنقول ايه؟ صندوق الدنيا معلومه وثقافه عن كل الشعوب، على ستة بتحبها وتدخل القلوب، عن افلام وجماشات ومطربين ومطربات مع عبير محمود شياكه وحلويات، عن اكلات ولغات وامولات مع وائل حسن واحمد حسني فريق عمل زي الشربات، عن تاريخ وحضارات وشعوب من كل القارات، على شاشه الثالثه صندوق الدنيا ثقافه ومعلومات بالمتعه والتسليه، تحلى الاوجات ونعرف معلومات عن شعوب من زمن فات بيستناها كل المشاهدين من كل المحافظات. عبير محمود على شاشه الثالثه قمر بيتون، واحمد حسني ووائل حسن فريق عمل زي الفل. الله بس. الله الله الله، ميرسي يا فتح الله على القصيدة الجميلة. بس معانا دكتور خالد فاروق، ما تنساهوش أرجوك القصيدة الجاية. يعني معانا المخرجين المبدعين، ان شاء أحمد الله. حسني ووائل حسن ودكتور خالد فاروق. أوكي، عشان ما يزعلش بقى، مش عايزينه يزعل. طب يلا نشوف ان شاء أول الله. سؤال إن شاء الله الأسبوع الجاي بقى إن شاء الله. طب نشوف أول سؤال لصديقنا. اتفضل. بيقول: مسرحية طبعا شهيرة جدا وعملت ضجة كبيرة زي مدرسة المشاغبين، وهي مسرحية العيال كبرت. بيقول السؤال: من هو مؤلف مسرحية العيال كبرت؟ سمير العصفوري، ولا سمير خفاجة وبهجة قمر، ولا سعيد صالح، ولا أحمد زكي؟ مين المؤلف؟ لا، هو مش احمد زكي ولا احمد، مش احمد زكي ولا سعيد صالح. صح. هو ضمير سمير العصفوري وسمير خفاجي وفايز القمر. بس انا اعتقد ان سمير العصفوري عمل مسرحيات كتير، اكتر واحد عمل مسرحيات اكتر من فايز القمر. يعني دلوقتي سمير خفاجة وبهجة قمر، ولا سمير العصفوري؟ ركز كده. مم. اعتقد سمير العصفوري. كم في المية؟ ممكن تكون سمير العصفوري. كم في المية؟ يعني حوالي 90%. مش عايزاك تخسر بقى يا فتح الله، وانت لسه قايل لنا قصيدة جميلة ومجاملنا مجاملة لطيفة. الحق نفسك. ها، خلاص نقوله مثلا سمير الخفاجي وفايز القمر. هنحسبها لك صح، ماشي، علشان خاطر القصيدة الحلوة. نشوف كده. فعلا سمير خفاجي وبهجة قمر. انت شاطر وعندك معلومات، ما تتسرعش، ركز في السؤال عشان تختار الإجابة الصح. متفقين؟ طيب بنقول ايه السؤال التاني؟ بيقول ان شاء الله. في أي سنة
عرضت مسرحية العيال كبرت لأول مرة؟ سنة كام؟ 1975 ولا 1977 ولا 1979 ولا 1981؟ مم. السؤال صعب، ممكن يكون 81. كم؟ كم؟ 81. لا 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 ده أيوة الحق نفسك كده. ممكن يكون 85. ما فيش 85. 75. لا 75 بعيدة قوي. 75. كم؟ يبقى 79. 79. 79. طب نشوف كده. 79 فعلا سنة 1979 كان أول مرة بتعرض فيها مسرحية العيال كبرت. كده ماشيين على الطريق الصح. يلا السؤال الثالث بيقول، ده سهل جدا بقى. في مسرحية تخاريف، طبعا كانت بطولة الفنان الكبير محمد صبحي وقدم فيها أكتر من شخصية. بيقول في مسرحية تخاريف، ما هي الأمنية التي طلبتها البنت الوحيدة بين الإخوة؟ الثروة ولا المساواة ولا الجاذبية ولا القوة؟ أكيد اتفرجت بقى على المسرحية دي 100 مرة يا فتحان. المساواة. المساواة. وهي فعلا كانت بنت وحيدة. المساواة. كانت بنت وحيدة في وسط مجموعة إخوات. هنشوف. فعلا المساواة لما كان نصها راجل ونصها ست. كانت مسرحية جميلة جدا. برافو. طيب السؤال الرابع بيقول في أي سنة عرضت مسرحية ريا وسكينة لأول مرة؟ 1979 1980 1982 1973؟ ممكن يكون 82. بص، هو فرق بسيط يعني الإجابة اللي أنت قلتها نرجع لورا شوية. نرجع 83. كم؟ 80. 82 ولا 1980. طب نشوف كده. 80. فعلا 1980 دي كانت أول مرة بتعرض فيها مسرحية ريا وسكينة. طيب السؤال الخامس برضو ليه علاقة بالمسرحية دي. تمام. وبيقول من هو مؤلف مسرحية ريا وسكينة؟ بهجت قمر، لينين الرملي، سمير خفاجي، يوسف إدريس؟ هو مش يوسف إدريس؟ مين؟ مش يوسف إدريس. لا طبعا مش يوسف إدريس. مش يوسف إدريس، ممكن يكون لينين الرملي. لينين الرملي. هو ما بين لينين الرملي وبيت القمر. وبيت القمر، ما بين لينين الرملي وبيت القمر. صح، بين الاتنين. بهجت قمر ولا لينين الرملي؟ مش عايزين بقى في السؤال الخامس اللي هنهديك عليه الأغنية نقع. عايزين كده نفضل ماشيين صح. نقوله بيت القمر. بهجت قمر. بيت القمر. آخر كلام بهجت قمر. طب نشوف. فعلا بهجت قمر. بهجت قمر يا فتح الله، برافو عليك. طيب هنهديك أغنية جميلة بقى، تحب تهديها لمين دلوقتي؟ بهديها للصديق عادل مرجان بقرية بيروت المحمودية بخيرة، والصديقة صبرا محمد برشيد البخيرة. ماشي يا فتح الله، شكرا. ميرسي على اتصالك يا فتح الله. ونشوف مخرجينا اختاروا ايه لصديقنا فتح الله. اكيد اغنية حلوة. من قلبي حبيتها بضمير. معاكم
بكم مرة تانية مشاهدينا، ومعانا صديقتنا إيمان من بورسعيد. أهلا يا إيمان. ألو. أهلا أهلا. ألو. عليكم السلام. ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ أخبارك إيه؟ يلا بقى وانتي طيبة يا حبيبتي، طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتي طيبة. حلقتنا النهاردة إيمان سهلة خالص عن نجوم. شكرا. أشكرك. حلقتنا النهاردة عن الكوميديا، حلقة سهلة خالص يا إيمان. جاهزة؟ هنتكلم عن نجوم الكوميديا النهاردة. يلا يا جميلة. أول سؤال لصديقتنا إيمان بيقول: من هو مخرج مسرحية ريا وسكينة؟ مين المخرج؟ جلال الشرقاوي ولا حسين كمال ولا سمير خفاجي ولا محمد صبحي؟ حسين كمال. انا بقولك برافو مقدما. صح حسين كمال. صح. نشوف كده يا وائل كمبيوتر. برافو يا ايمان، برافو فعلا. حسين كمال هو مخرج مسرحية ريا وسكينة. السؤال الثاني عن مسرحية برضو جميلة جدا وبنستمتع في كل مرة بنشوفها، وهي سك على بناتك. ده سهل قوي برضو. بيقول في مسرحية سك على بناتك كان اسم الفنان أحمد راتب إيه؟ سامح ولا محسن ولا كريم ولا فتح الباب؟ كان اسم أحمد راتب. لا، سامح. رقم واحد الإجابة. صح. سامح. نشوف اخترتي سامح. تمام. دوخوه في المسرحية دي، عريس دوخوه فعلا. سامح، برافو عليكي. طيب ما شاء الله. نشوف السؤال اللي بعده. مسرحية جميلة جدا وخلية الجمهور كله بيضحك. ايوه قوي ومش بنزهق منها ابدا. طبعا الاستاذ الكبير فؤاد المهندس ونجوم صغيرين كانوا جنبه، لكن ما شاء الله كانت مسرحية ناجحة جدا. طيب هناخد السؤال اللي بعده. بيقول من هو، هنشوفه على الشاشة حالا، من هو الفنان الذي جسد شخصية البخيل في مسرحية البخيل؟ خلي بالك المسرحية غير المسلسل. هل هو نجيب الريحاني ولا علي الكسار ولا زكي طليمات ولا عبد المنعم مدبولي؟ شفتيها المسرحية دي يا إيمان؟ يا إيمان؟ لا والله، من أول ما أسمع عنها وما شفتهاش قبل كده. ما شفتيهاش؟ طيب تتوقعي مين كان بطل؟ لا أبدا والله ما شفتها. طيب تتوقعي مين اللي قام بدور البخيل في مسرحية البخيل؟ كان بطل العمل ده، العمل المسرحي ده، نجيب الريحاني ولا علي الكسار ولا زكي ممكن طليمات؟ يكون علي الكسار. لا مش علي الكسار. طيب مين سؤالين من الإجابة دي وأنا أعرف كده. هشيلك. هنشيل علي الكسار وعبد المنعم مدبولي. عندك نجيب الريحاني وزكي طليمات. يبقى الإجابة رقم واحد. نجيب الريحاني. يبقى الإجابة هو رقم واحد. صح. نجيب الريحاني. ايوه صح، نجيب الريحاني. برافو. لان زكي طليمات مش معروف عنه ان هو كوميديان او بيقدم ادوار كوميديه، واحنا حلقتنا النهارده عن نجوم الكوميديا. تمام، برافو عليكي. كده احنا عدينا السؤال الرابع. فاضل لك سؤال. ايوه فاضل لك سؤال وتاخدي الاغنيه الهديه. جاهزه؟
طيب السؤال الخامس لصديقتنا إيمان بيقول: في أي مدينة قدمت أول عروض مسرحية مدرسة المشاغبين؟ أول مدينة اتقدم فيها المسرحية دي كانت إيه؟ الإسكندرية ولا القاهرة ولا طنطا ولا المنصورة؟ هي اعتقد اسكندريه رقم واحد. دايما أي عمل سينمائي، عمل مسرحي، صناعه ونجومه بيكونوا مهتمين ان هم يعرضوه فين؟ اول مدينة مصرية بيهتموا ان هم يعرضوا فيها اي عمل مسرحي او سينمائي، وبعد كده بيروح لباقي المحافظات، يبقى فين؟ ما اعتقدش في توضيح اكتر من كده يا طيب ايمان. معلش انا دخلت سؤالين من الاجابه. طيب نحذف طيب اسكندرية ممكن والمنصورة. تكون القاهره. حذفنا اسكندرية والمنصورة، يبقى فاضل القاهرة يبقى وطنطا. ما فيش الا جاي. فين؟ فين يا إيمان؟ هي في القاهره، كانت في القاهره اعتقد. طب نشوف كده يبقى اختيار. طنطا. اختيار إيمان القاهرة، برافو عليكي، في القاهرة. هو كان أول عرض يبقى طنطا. لمسرحية مدرسة المشاغبين. وكده يا إيمان جاوبتي على الخمس بصي بقى انا أسئلة. عايزه اغنيه جميله بقى منكم وبهديها لكم لاسره القناه الثالثه وكل مشاهدين البرنامج. أوكي يا حبيبتي، وأحلى أغنية لأحلى إيمان. واشكر حضرتك على البرنامج ودايما يا رب يوفقكم بالنجاح. ميرسي يا إيمان، ميرسي صديقة دائمة لينا. ونشوف أجمل أغنية لأحلى إيمان، يلا بينا. أغنية جميلة. ومعانا صديقتنا دعاء، صديقة للبرنامج. أهلا بك يا دعاء. ألو ازيك يا استاذه عبير، عامله ايه؟ دعاء، ازيك؟ ألو؟ دي صديقة دائمة على فكرة يا وائل. دعاء يوسف دي صديقة دائمة، مش أخبارك أول إيه؟ مرة. أهلا أهلا، عاملة إيه؟ وحشانة، مختفية أنت بقالك كام حلقة بصي كده. انا اخيرا وصلت، كل مره بحاول اتصل بس مش عارفه اوصل بسبب التليفون مشغول دايما. ما انت بقى قبل الحلقة تقعدي بقى تتصلي قبل ما ايه الزحمة، يعني كده ايه، تقعدي قبل الحلقة ب5 والله انا دقايق. عملت كده النهارده بس ما عرفتش، يعني بصي وصلت باعجوبه ما صدقتش يعني. طب الحمد لله وصلتي بالسلامة، واهلا بيكي يا دعاء. بصي يا جميلة، احنا الحمد حلقتنا لله. طبعا عارفة عاملين ايه الحلقة كلكم؟ النهاردة. كويسين كلهم، بيسلموا عليكي أسرة البرنامج. وانت طبعا متابعة معانا ان حلقتنا النهاردة عن نجوم الكوميديا. تمام. سؤالنا لصديقتنا دعاء بالظبط. بيقول: ايوه. من هو الفنان الذي اشتهر بدور كشكش بيه في المسرحيات القديمة؟ علي الكسار ولا نجيب الريحاني ولا عبد السلام النابلسي ولا حسن فايق؟ كشكش بيه. نجيب الريحاني. نجيب الريحاني. كم في نجيب المية، الريحاني. كم في المية كده انت مقتنعة بال بالإجابة دي؟ 85 يعني. نسبة كويسة. طب نشوف كده. فعلا نجيب الريحاني هو الفنان المعروف عنه ان هو كان بيؤدي دور كشكش بيه في المسرحيات القديمة. برافو دعاء. طيب السؤال اللي بعده بيقول: في مسرحية مدرسة المشاغبين ما اسم الشخصية التي جسدها سعيد صالح؟ بهجة الأباصيري ولا مرسي الزناتي ولا أحمد الشاعر ولا منصور؟ ده سهل جدا السؤال ده، اكيد شفتي مدرسة المشاغبين اكتر من مرة يا دعاء. مرسي الزناتي. مرسي الزناتي. طب نشوف كده. اختيار صادق، برافو، مرسي الزناتي. كلها الاسئلة سهلة النهاردة، اعتقد الحلقة دي سهلة وخفيفة وظريفة كده. طيب كده ندخل. جدا.
نسأل على السؤال الثالث، ندخل على السؤال الثالث. ما اسم المسرحية الشهيرة من بطولة عادل خيري وجسد فيها شخصية بحبح؟ إلا 5 ولا حسن ومرقص وكوهين ولا 30 يوم في السجن ولا سكرتير الفني؟ مسرحية شهيرة. مسرحية ايه؟ يعني قولي لي. عادل خيري جسد في المسرحية دي شخصية بحبح، هل هو إلا 5 ولا حسن ومرقص وكوهين ولا 30 يوم في السجن ولا السكرتير الفني؟ تقريبا إلا 5. انتي اشتغلي ايه؟ انتي جاية اشتغلي ايه؟ فاكراها طبعا اللازمة الجميلة بتاعت أيوة. ماري منيب. انتي جاية اشتغلي ايه؟ طبعا. طب نشوف كده اختيارك صح ولا لا. واضح ان انتي متأكدة من الاختيار ده. برافو، إلا 5 فعلا هو اللي قدم فيها شخصية بحبح. طيب السؤال الرابع بيقول ما المسرحية التي تجسد فيها شويكار القمري شخصية صدفة بعضشي أمام فؤاد المهندس، سيدتي الجميلة ولا حواء الساعة 12 ولا إنها حقا عائلة محترمة ولا أنا وهو وهي؟ صدفة بعضشي. سيدتي الجميلة. سيدتي الجميلة. انت فاكراها كويس المسرحية دي؟ أنت الكلب الكبير، أنت الكلب الكبير. لازمات جميلة لا يمكن ننساها. أيوة هي دي. أبدا. أيوة فعلا سيدتي الجميلة. شطورة شطورة يا دعاء. طيب نشوف السؤال الخامس عشان تاخدي الأغنية الحلوة. بيقول ما اسم شخصية عادل إمام الشهيرة في مسرحية شاهد ما شافش حاجة؟ بهجة الأباصيري ولا سرحان عبد البصير ولا زينهم ولا فضل عثمان؟ شاهد ما شافش حاجة. بهجة سرحان الأباصير. عبد البصير. سرحان عبد البصير. يشوف كده. تفتكري حاجة لازمة من في المسرحية دي كانت بتتقال؟ تفتكري لازمة كده نفتكرها مع بعض؟ كتير زي مثلا عندك كام تاخد كام؟ قالوا 7، قالوا 7 في الشهر. ايوه. عنده 7 عيال. ايوه فعلا برافو عليكي. فعلا سرحان عبد البصير، وفعلا برضو من اجمل المسرحيات وكان فيها لازمات كتيره جميله جدا. طيب كده انتي شطوره وجاوبتي ال5 اسئله. بنهديكي بقى الاغنيه الحلوه دي. تحبي تهديها لمين يا دعاء؟ ماما واخواتي ولحضرتك ولأسرة البرنامج وكل الناس الحلوين يعني. حبيبتي حبيبتي ما تغيبيش عننا بقى، ها؟ حاولي كل اسبوع كده وان شاء الله توصلي لنا. يلا هحاول، بس خط بس قولي لي بقى مشغول. حاولي خليكي مجتهده، خلي عندك اصرار. باي باي يا دعاء. نشوف الهديه الجميله لدعاء. مشتاق نظرة حني. ولسه مستمرين معاكم بنفتكر اجمل نجوم الكوميديا واجمل الاعمال الكوميديه في صندوق الدنيا، ومعانا صديق للبرنامج هشام. اهلا يا هشام. للاسف الخط قطع. طب حاول تتصل بينا مره تانية يا هشام. طبعا احنا حاولنا نعمل حلقة النهاردة عن نجمات الكوميديا، والحقيقة دول عملة نادرة جدا في الوسط الفني. عددهم يعني معدود على الصوابع، من أول ماري منيب وزينات صدقي حتى هذا الجيل من الكوميديانات النجمات.
فلقينا العدد قليل جدا والأعمال قليلة جدا جدا، فاضطرينا إن احنا نوسع القماشة شوية ونقول نجوم الكوميديا في المسرح والتلفزيون والسينما. طبعا في نجوم متخصصين، هو نجم كوميدي فقط، كل أعماله كل تاريخه الفني بيبقى كوميديا فقط. وفي نجوم بيبقوا كوميديانات وتراجيديات، يعني يقدموا التراجيدي ويقدموا الكوميدي، ودول برضو نوعيتهم قليلة جدا. لسه هنكمل كلامنا، بس نستضيف بقى على التليفون صديقنا فتح الله مرة تانية. أهلا بك يا فتح الله. أهلا بيك، أهلا بيك مرة تانية. يلا جاهز معانا؟ عجبتك انت الحلقة النهاردة بتتصل تاني؟ بس اسمحي لي اقول لحضرتك ان نجمات الكوميديا ياما مش كبير، يعني مثلا جمالات زايد وسنان صدقي ونادي حمدي جمال بطولة خدامة بطولة كوميدي، وفيها من زمن القديم نجمات الكوميديا ياما. هو فعلا، بس هم بالنسبة للكوميديانات الرجال عددهم قليل جدا، فكان صعب ان احنا نعمل حصر لكل الاعمال بتاعتهم، مش هيكملوا الوقت بتاع البرنامج، ففتحنا الموضوع وعملنا ميكس كده لطيف ما بين النجمات والنجوم. وناخد اول سؤال لصديقنا فتح الله، بيقول: ما المسرحية التي وردت فيها جملة شفيق يا راجل على لسان محمد نجم؟ عش المجانين، طبعا عيش المجانين، طبعا ولا أصل عيش وخمسة، المجانين طبعا، ولا عبده يتحدى رامبو، ولا البلدوزر؟ ها؟ لا عيش المجانين. متأكد؟ آخر كلام؟ ان شاء الله. طيب نشوف كده، نشوف كام في المية هي صح. عش المجانين. برافو عليك يا فتح الله. 100%. ده كان بيقول الفنان حسن عابدين. ايوه، كان معاه فعلا الفنان الراحل حسن عابدين الله يرحمهم بقى، وبرده كان من المسرحيات الكوميديه الجميله اللي فيها لازمات لا يمكن تتنسي زي شفيق يا راجل كده. طيب السؤال الثاني بيقول: في مسرحيه سك على بناتك، ما اسم الابنه الكبرى لشخصيه الدكتور رأفت؟ فوزيه ولا سوسو ولا جيهان ولا سامية؟ أكيد شفتها المسرحية. فوزية طبعا. مين؟ فوزية اللي هي الفنانة سعاد. لا كان اسمها ايه؟ افتكر كده. ها؟ سعاد يونس. طيب هو كان عنده كام بنت في المسرحية دي؟ دكتور رأفت الرائع فؤاد المهندس كان عنده كام بنوتة من أولاده في المسرحية دي؟ تفتكر عنده كام بنت؟ فاكر أسمائهم؟ كان عنده سوسو وفوزية. ها؟ كان عنده فوزية ومش عارف الثانية. كانت الفنانة إجلال زكي. مش فاكر الثانية. طيب الصغيرة كانت شريهان. صح، الصغيرة كانت شريهان. اللي هي سوسو. طيب نشوف كده صديقنا، اخترت انت فوزية ولا سوسو ولا جيهان ولا سامية؟ فوزية. طب نشوف. فوزية. فعلا فوزية صح، برافو عليك. تفتكر لازمة من لازماتها؟ سناء يونس، الراحلة سناء يونس. كانت فوزية بكل عمر الشريف كان جاي يخطبني وهو كان بيقول لها على يدي. كنت كونتي. كنت كونتي، ايوه، وعمر الشريف كانت جميله الحقيقه، برضو من الكوميديانات الحلوين قوي سناء يونس الله يرحمها، وابدعت برضو في اداء دور فوزيه العروسه المتمرده في مسرحيه سك على بناتك. علامات كده ومحطات واعمال جميله الحقيقه، دايما بنتذكرها مع بعض ونبتسم. طيب السؤال الثالث لصديقنا فتح الله بيقول: ما اسم المسرحية
التي قدمها سمير غانم وشيرين وتناول فيها شخصية مسعودي؟ المتزوجون، ولا أنا وهو وهي، ولا الزعيم، ولا الدخول بالملابس الرسمية؟ طبعا المتزوجون. المتزوجون. كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه مسعود. مسعود. طيب مسعود. تفتكر له لازمة برضو او موقف كوميدي في المسرحية دي؟ برضو جميلة جدا المتزوجون. تفتكر له لازمة معينة؟ لا، كانت هي شنهان كانت تقول له قول له تحبنا، جيت تحبنا، لما كانت بتقول لها بتوريها الشقه يعني. ده صوت جده كان بيقول له جيت تحبنا. ايوه. وجده حولان، ها؟ واعرف مين زقني. كان بصراحة كان ليه افيهات جميلة جدا واكسسوارات رائعة الفنان الراحل الجميل سمير غانم. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول ده هيكون الرابع بالنسبة لك: ما المسرحية التي تدور أحداثها داخل مدرسة للمكفوفين من بطولة محمد صبحي؟ هل هي وجهة نظر، لعبة السبت، سكة السلامة، المهزوز؟ كانت مسرحية كل أبطالها مكفوفين. لا، وجهه نظر. وجهة نظر. تفتكر مين أبطالها المسرحية دي؟ تفتكر مين أبطالها؟ طبعا العملاق طبعا محمد صبحي. ومين؟ لأن هما كلهم في المسرحية دي كانوا نجوم صغيرين أو مواهب فنية شابة، وبعد كده بقوا نجوم كبار. تفتكر مين؟ كان معاه سعاد نصر معاه. كان معاه سعاد نصر. ومين تاني؟ تفتكر؟ هاني رمزي وعبلة كامل. ازاي تنسى دول بقى؟ فعلا كان معايا. وازاي تنسى دول؟ هي فعلا أيوة. وجهة نظر. هي المسرحية اللي دارت احداثها داخل مدرسة للمكفوفين من بطولة محمد صبحي. طيب السؤال الخامس والاخير، شكلك هتاخد الهدية كده يا فتح الله. بس حلقة النهاردة سهلة، الاسئلة كلها سهلة للجميع يعني. كل المتصلين بينا النهارده أيوة. اهديناهم اغاني، كانوا شطار وبيجاوبوا على كل الاسئله. يلا السؤال الخامس بيقول: ما المسرحيه لفؤاد المهندس وشويكار ومقتبسه عن مسرحيه بيجماليون؟ بيجماليون دي طبعا روايه في الادب العالمي. هل هي سيدتي الجميله، انا وهو وهي، حواء الساعه 12، انها حقا عائله محترمه؟ ممكن تكون سيدتي الجميلة. سيدتي الجميلة. كم في المية؟ يعني 90% كده. طب فاكر شويكار كان اسمها ايه في المسرحية دي؟ ها، فاكر ولا لا؟ كان اسمها صدفة. صدفة ايه؟ صدفة. ايوه صدفة ايه؟ هي صح كان. وكان ابوها جمال اسماعيل. ابوها جمال. ايوه مظبوط، صدفة بعدشي. صدفة بعدشي فعلا، برافو، جميل جدا. طب ايه يا وائل نديله كان اسمه حسب بعضشي. وابوها حسب. كان الفنان مين؟ كان الفنان اسمه ايه باباها؟ جميل. اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل. جمال اسماعيل. تمام. ايه رايك يا وائل نديله الهديه؟ طيب يلا بنهديك الاغنيه دي، وسعيده ان انا سمعت صوتك مرتين النهارده، وهنستناك الحلقه الجايه ان شاء الله. وتحب تهدي الاغنيه دي لمين؟ طيب نشوف بقى الاغنيه اللي اخترناها لصديقنا. يلا بينا.
عيلة وبنت أكابر وفي وسط. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من صندوق الدنيا، لكن لسه الصندوق مليان خبايا وحكايات وخفايا ومغامرات كتير جدا. هنقابلكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم على خير في نفس الموعد. وفي النهاية بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج وأسرة الإخراج وائل حسن، أحمد حسني، وخالد فاروق، وبشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء. وقابلكم إن شاء الله الاثنين الجاي في نفس الميعاد مع حكايات صندوق الدنيا. وكان معكم عبير محمود، إلى اللقاء، باي باي.